انتبهوا لأنفسكم لأبنائكم. وكل ما يتكلمون إلى أرض الحرمين، من هنا إلى أرض الحرمين، أرض الحرمين تحت دولة وإسلام وعقيدة، نهلككم قبل أن تأتوا حدودها. كنتم تدعون بجواركم إسرائيل والمسجد الأقصى، لكن عرفناكم وعرفنا من خلفكم. هؤلاء لا يخدمون الإسلام ولا أهل الإسلام، هم تكفير وخلاف داعش. والنصرة ليس خلاف ديني عقدي، إنما هو خلاف سياسي دنيوي. وإني أعجب من ينكر على داعش ويمدح النصرة. فلذلك نعلم علم اليقين أن هؤلاء وما يمارسونه إنما هو على الأصل القديم في عقيدة الخوارج. فكل هذه الفرق سواء كانت الحرورية أو سواء كانت الأزارقة أو القعدة الذين يحرضون ولا يذهبون، هؤلاء قعدة وهم أخبث الخوارج. وهناك النجدات، وهناك من هم الآن على فكر الخوارج كهذه الفرق. فالإخوان المسلمين خرجت من رحمها هذه الفرق، وصاحب طرح الفكر لها والتقعيد فيه سيد قطب، ومن نقله عبد الله عزام الظواهري، وتبناه من تبناه من فكر القاعدة. وتعتبر في هذه الأوقات القاعدة هي الأم. فداعش والنصرة بنات القاعدة، هي بنات القاعدة، وهي وجهين لعملة واحدة. وما يمارسونها الآن من القتل والتكفير بهذه الطرق البشعة التي شابهوا فيها أجدادهم من الخوارج إلا دليل على فساد ما هم عليه. فشابهوا فيها الباطنية، وشابهوا فيها الحشاشين، فرقة خرجت شابهوا فيها كثير من الدمويون أو الذين يمارسون هذه الأشياء للترويع، مفضوحين وحقيقتهم أصبحت واضحة. وأبشركم أن الخلاف بينهم دب، وأنهم أصبح بعضهم يقتل بعض، وأصبح بعضهم يمكر في بعض. وما حادثة المدينة الحدودية اللي يسمونها عين إلا دليل على هذه الخيانات. فأصبح بعضهم يبلغ عن بعض، فأهلك 300 منهم، وأصبح الآن بعضهم يشك في بعض، وكل لا يثق في صاحبه، لأنها أسست على هذا البنيان الذي هو ليس بنيان صحيح، إنما بنيان الخوارج. وأبشركم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقوم لهم إلا وقد قطع، لا يخرج لهم قرن إلا وقد قطع. ولذلك من كلام الآجري في الشريعة: لم تقم لهم دولة قط، لم تقم لهم دولة قط.